السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد البابي في فيديو جديد. هنستعرض فيه أغلب الشواحن الموجودة في السوق المصري. طبعا صعب إن احنا نستعرض كل الشواحن لأنه في ماركات مجهولة وفي شواحن بتنزل ويعني مستورد بيستوردها وبعدين ينزل كمية وما ينزلهاش تاني، بس احنا بنتكلم على مثال يعني لأغلب الشواحن الموجودة في السوق المصري. احنا هنستعرضهم بداية كده. دول حوالي 2 4 6 8 10 12 14 16 17 وفي 3 شواحن في المشترك، يعني تقريبا 20 شاحن. دي مش كل الشواحن. احنا هنستعرضهم بداية من الأرخص للأغلى، ونقول رأينا بعد كده ايه الشاحن الأفضل لجهازك، وايه انت لو عايز تشتري شاحن تشتري أي شاحن، وايه الأنسب وايه الأفضل لجهازك. أول شاحن معانا ده شاحن يعني أربع حاجة خالص موجودة في السوق وأرخص حاجة تقريبا. ده شاحن 30 جنيه، ممكن 30 40 جنيه متوسط سعره في السوق. شاحن بداية يعني عشان نختصر على نفسنا بباقي الفيديو، الأسعار دي النهاردة بتاريخ 1/2/2024. الدولار بحاجة و70. كل يوم الحاجات دي طبعا بسعر حسب سعر الدولار وحسب المكان اللي بتتباع فيه. يعني ممكن تلاقي مثلا نفس الشاحن ده بيتباع في محل بأغلى من سعره في محل تاني جنبيه، نتيجة متغيرات كتير قوي. يعني لو منطقة شعبية ممكن يبقى أرخص شوية، لو في منطقة راقية ممكن يبقى أغلى عشان الإيجارات بتبقى أغلى أو العمالة، أو يعني لو في مول غير في محل عادي غير في التوكيل بتاع الشاحن نفسه. كل حاجة ليها سعر يعني. احنا بنتكلم إنه متوسط سعره يعني. ده شاحن عبارة عن وصلة وراس منفصلين من بعض بمدخل واحد. الشاحن ده رديء جدا، يعني بيشحن وكل حاجة بس بطيء جدا في الشحن. يعني مش هيقضي الغرض بتاعه نهائي، لكن هو شاحن موجود في السوق فاحنا بنستعرضه يعني. منصحش ابدا حد يشتري شاحن زي ده. الشواحن اللي بعد كده ده شاحن مثال يعني للشواحن دي شواحن الأجهزة القديمة اللي هي مدخل نوكيا القديم الرفيع او التخين، او الفي 3 اللي هو بتاع البلاك بيري، او الدي 880 اللي هو بتاع سامسونج. الاجهزه القديمه دي كلها ما كانش لسه اخترعوا المايكرو اس بي، فكان هو كل جهاز ليه الشاحن بتاعه بينزل من الشركه بتاعته، فكان موجود وما زال موجود. يعني معظم الشواحن دي لسه لغايه دلوقتي موجوده، بتيجي بالشكل ده كده. شاحن قطعه واحده وبعضها بيجي بمدخل لوصلة إضافية. شواحن ضعيفة، مش جودتها مش عالية قوي، ولكنها بتقضي الغرض اللي هي معمولة عشانه. انت لو عايز شاحن للأجهزة القديمة اللي هي الزراير، أو حتى الأجهزة اللي بينزل منه برضو مايكرو يو اس بي، الشاحن ده في حدود 50-60 جنيه في السوق. يعني مش هقول انه ما تشتروش، لا اشتريه، بس لو للأجهزة الضعيفة أو الأجهزة الزراير بس. الشاحن اللي بعد كده شاحن كوبي. مش احسن حاجة في الدنيا. الشاحن ده تقريبا متوسط سعره 70-75 جنيه في السوق المصري. مكتوب عليه 4 امبير، وممكن تلاقي مكتوب عليه بقى حاجات كده خرافية 100 واط و75 واط وحاجات كده، لكن هو فعلا شاحن ممكن يكون 10 واط او حاجة زي كده، مش اكتر من كده. مش احسن شاحن في الدنيا. مدخل واحد، مكتوب عليه ريلمي، وممكن يبقى مكتوب عليه اوبو او ايا كان الشركه اللي هي بتعمله او المستورد. يعني هو مش شركه، ده مجرد بادج بيتكتب بيطبع عليه بعد الصناعه يعني. الجوده بتاعته اقل من المتوسط. ما انصحش ابدا حد يشتري حاجه بالكيفيه دي يعني، لكنه مناسب للي بيفكر يشتري حاجه رخيصه يعني. بس ما انصحش حد، لانه الشاحن اللي بعديه افضل منه وتقريبا بنفس السعر. الشاحن ده فيه منه بينزل مايكرو اس بي، ايفون، تايب سي، باشكال كتيره قوي. العلبه نفسها ممكن تختلف شكلها، بس هتلاقيه موجود. ده معروف بشاحن دولفين. لو بتفكر تبيع يعني تشتريه، يعني ممكن تلاقيه في المحلات، قولوا انا عايز شاحن دولفين.
الشاحن ده مكتوب عليه 12 واط، هو فعليا يعني حوالي 10 واط. شاحن برضو مخرج واحد، ما فيهوش اي حاجه ممكن تكون فائقه يعني، لكنه شاحن متوسط جدا، اداء متوسط، هيشحن معاك الجهاز كويس، مش بيبوظ بسرعه، مش بيضرب لوحده يعني الا فيما ندر يعني. جوده متوسطه وسعر اقل من المتوسط. يعني لو انك بتفكر في حاجه رخيصه وكويسه، ده ممكن يكون الافضل من اللي فاتوا دول كلهم يعني. بعد كده بنيجي لشاحن سامسونج، بيتقال عليه هاي كوبي. الشاحن ده بيبقى 15 واط، مخرج واحد برضو، بيجي معاه وصلة، يعني متوسط سعره 125 جنيه في السوق. شاحن كويس، يعني افضل من اللي فاتوا برضو. كل ما بنعلى بالسعر كل ما الجودة بتزيد. يعني مش احسن شاحن برضو ممكن تشتريه لو انت بتفكر في حاجة اصلية او حاجة نظيفة تعيش معاك. ده مش سيء، لكن في احسن منه كتير يعني. بعد كده نيجي بقى بالحاجات اللي هي الهاي كوبي، ممكن نقول الاصليات اللي ممكن تبقى حاجة فيها استثمار يعني لفلوسك. الشاحن ده تقريبا في حدود 150 جنيه في السوق المصري. شاحن سوبر بوك بيشحن تقريبا 33 واط. طبعا مدعوم مع الأجهزة الأوبو، ريلمي، فيفو اللي هي شركة أوبو يعني. هو معاهم بلس 1 تبع الشركة، مش عارف، ما جربتوش على بلس 1 صراحة، لأن بلس 1 مش موجود في السوق المصري يعني كتير. بس هو بالنسبة للشاحن نفسه مدعوم لكل الشركات، لكل معيارية الشحن اللي هي الفوك تشارج اللي هي تبع شركة أوبو. ده 33 واط. في واحد بعد كده هيجي في الآخر خالص، ده اللي هو 65 واط أو ما فوق يعني. في منه مايكرو، في منه تايب سي، حسب نوع جهازك وحسب انه مدعوم ولا لا. بعد كده هنيجي لشاحن ليد اللي هو فيه شاشة ديجيتال بتبين لك سرعة الشحن. في منه 3 انواع برضو، الايفون، المايكرو اس بي، التايب سي. بيجي بالشكل ده كده، في شاشة في النص، وهنا في مدخل شحن، مدخل وصلة يعني، وهنا مدخل الوصلة التانية، ممكن يشحن 2 في نفس الوقت. الشاحن ده شاحن نظيف جدا، يعني انا بستخدمه، واغلب الناس اللي اعرفهم بيستخدموه يعني، انا بنصحهم بيه. شاحن ممتاز بالنسبة لسعره. الشاحن ده غالي مش رخيص، متوسط سعره 200-250 جنيه في السوق المصري. عليه ضمان، يعني معظم الشواحن اللي هي الغالية بعد كده دي عليها ضمان سنة أو أقل أو أكتر حسب المكان يعني اللي أنت بتشتري منه الشاحن. الشاحن ده نضيف جدا، في مزايا كتير يعني، مثلا فكرة إنه الشاشة بتراقب سرعة الشحن بتاع جهازك، بيديك الشحن بالفولت الأمبير. احنا هنبص عليه دلوقتي على المشترك يعني. الفولت والامبير بتاعه بيديك، تعرف منه يعني، انت عشان تعرف الوات بتاعه بتضرب الفولت في الامبير يعني. مثلا لو انه بيشحن مثلا 5.5 فولت ومثلا 3.5 امبير، هيضرب 3.5 في 5.5، هيدي لك متوسط سرعة الشحن بتاعته. الشاحن ده يعني مش هيبوظ لوحده، ما فيهوش مشاكل كبيرة، مش هتحس انه في بطء في الشحن. يعني العيب الوحيد بس اللي فيه انه مش متوافق مع كل الاجهزه يعني. هيشحن اي جهاز في السوق وهيشحنه بسرعه معقوله وكويسه، لكن مثلا الاجهزه اللي ليها معيارات شحن خاصه زي مثلا كوالكوم كويك تشارج 3 مثلا او 2 او ايا كان، مش هيديك شحن سريع، مش هيكتب لك انه بيشحن شحن سريع. يعني لو الجهاز مثلا بيشحن في ساعه، الجهاز ده يشحنه الشاحن ده يشحن الجهاز ده في ساعه ونص. لكنه مش بطيء ومش سيء يعني. يعني لو ان جهازك مش مدعوم شحن سريع بشاحن معين، افضل شاحن ليه هو الشاحن ده. طيب مثلا يعني الاجهزه اللي بعد كده، ده مثلا شاحن سامسونج كويك تشارج 3.
هي مكتوبة هنا كده. وطبعا احنا زي ما قلنا الموضوع مش بكتابة، يعني في نفس العلبة دي بنفس الشاحن شكلا ولكن الموضوع مختلف. يعني ممكن تلاقي انه العلبة مكتوب عليها نفس الكلام بنفس الجودة تقريبا، الطباعة واحدة وكل حاجة ونفس شكل الشاحن من جوه، لكن في النهاية الأداء مختلف 100% يعني. ده شاحن كويك شارج 3 25 واط. نفس الموضوع، بيبقى عليه ضمان سنة، تقريبا سعره متوسط سعره 200-250 جنيه. لكنه مخصص لأجهزة سامسونج يعني، أو الأجهزة عموما يعني. في بعض أجهزة هواوي برضو بيشتغل عليها، اللي هي فيها معيارة شحن كويك تشارج 3 من كوالكوم يعني. الأجهزة اللي فيها كوالكوم ده شركة معالجات اللي مش عارف يعني، بتصنع معالجات معينة لأجهزة معينة، بتبقى مدعومة بمعيارية شحن بتدعم الشحن السريع. يعني لو إنه الأجهزة العادية مثلا بتشحن في ساعتين، الشحن السريع بيشحن في ساعة واحدة بس. ودي طبعا ميزة مهمة جدا، ممكن توفر عليك وقت ومجهود يعني. نفس الأمر ده هو نفس الموضوع بالظبط، لكن ده تايب سي، ده مايكرو وده تايب سي. ده شاحن برضو أصلي توكيل. ده متصنع في سامسونج يعني. الأجهزة دي معظم الشواحن دي بتبقى متصنعة في مصنع بنفس معيارية الشحن، لكنها مش مصنوعة في الشركة نفسها، إلا يمكن الشاحن ده والشاحن ده وشاحن الانفينكس اللي هنجيله برضو. دي أجهزة، دي حاجات بتتصنع بقى في الشركة نفسها. معظم الشركات دلوقتي ما بتصنعش شواحن يعني، بتصنع في مصنع تبعها يعني ده متصنع في مصنع تبع سامسونج أو في سامسونج نفسها. والله أنا ما عنديش المعلومة قوي، بس على حد علمي يعني ده شاحن توكيل يعني. ده بس ده للأسف ده كويك تشارج 2، ده بيشحن ب 15 واط. هو مكتوب هنا حتى 15 واط، ومكتوب هنا كوالكوم كويك تشارج 2. يعني ده الأقل من ده، بس بنفس سعر إن ده شاحن توكيل يعني. ده اللي زي اللي بيجي في العلبة بالظبط. نفس الأمر، ده شاحن انفينكس. مش زي اللي بيجي في العلبة يعني، ده الشاحن نفسه هو اللي بيجي في العلبة في الأجهزة العالية من انفينكس. يعني طبعا ده متوافق بقى مع أجهزة انفينكس وتكنو وايتل، ويعني كل أجهزة الشركة اللي هي مع اختلاف الماركة يعني، كلها شركة واحدة في الآخر. نيجي بقى لأغلى شاحن عندنا النهارده في الحلقة يعني. أنا بالمناسبة كان في جهاز بالنسبة للآيفون في نفس الشاحن ده، بس أنا جبت الأوبو، بس مش محتاجين نتعرف على الاتنين يعني. الشاحن ده تقريبا متوسط سعره حوالي 450 جنيه. ده شاحن 65 واط، شاحن أوبو أصلي، شاحن ممتاز. أنا بستخدمه حاليا، هنبص عليه برضو هنا. شاحن عليه ضمان سنة، بيعيش معاك سنين وسنين يعني. يعني لو انت بتفكر تشتري حاجة تستثمر فيها فلوسك يعني. بس يعني ده كان استعراض سريع لأهم الشواحن الموجودة في السوق. زي ما قلنا في شاحن زي ده بالظبط، يعني انا ما جبتوش معايا عشان ما يبقاش كترة شواحن وخلاص. في شواحن كتيرة قوي زي دي برضو موجودة عندي في المحل، انا ما جبتهاش. احنا جبنا بس مثال لأغلب الشواحن. في ايفون مثلا اصلي برضو متوسط سعره، في منه درجة تانية اللي هي الهاي كوبي، دي بتبقى في حدود 250 جنيه. في منه كوبي من اول بقى 50 60 70. الاصلي اللي هو التوكيل او ما يكافئه يعني في حدود 450 جنيه. بس يعني خلينا نشيل كده عشان نوسع لنفسنا مساحة. استعراض بقى للشاحن نفسه. ده الشاحن اللي بشاشة. الشاحن بيبقى بالشكل ده كده، بيدينا ممكن نحط هنا في المدخل ده او في المدخل ده. زي ما احنا شايفين كده الجهاز بيشحن معانا، بيدينا سرعة الشحن طبيعية، ما بيديناش ان هو سوبر بوك. فطبعا
مش معنى كده ان هو شحن بطيء او في مشكله او حاجه، لكن هو هنا مثلا مدينا 3 امبير 5.8 من 10 3.1 من 10 3.2 5.8 من 10 يعني تقريبا 6 امبير في 6 فولت في 3 امبير، يعني تقريبا بيشحن حوالي 18 20 واط. سرعه كويسه جدا وممتازه، لكن مش الاسرع يعني. مثلا الشاحن ده على سبيل المثال بيشحن 33 واط. لو بقى رحنا للشاحن الاصلي بتاع الجهاز، سوبر بوك. يعني الخلاصة افضل شاحن، خلاصة الفيديو يعني عشان ما نطولش اكتر من كده، انه افضل شاحن هو اللي بيجي مع الجهاز، هو اللي بيجي في العلبة بتاعت الجهاز. طيب انا مش جاي لي شاحن مع الجهاز، في اجهزة كتير دلوقتي بتنزل من غير شواحن، او انه انا جايب جهاز والشاحن بتاعه باظ مع الزمن يعني او مع الوقت او لاي سبب من الاسباب، يبقى تجيب شاحن اصلي. ما تسترخصش يعني، ما تقولش والله انا هدفع 200 300 جنيه في شاحن ليه. والله استثمار، يعني انت بتحط يعني شاحن هيعيش معاك سنين، افضل ما تجيب شاحن يقعد معاك شهر. مثلا ب50 جنيه هتجيب شاحن يبوظ منك بعد شهر، وترجع تشتري شاحن تاني تستهلك في خلال سنه مثلا 10 شواحن، دفعت 500 جنيه ما دفعتش 300. وبالعكس كمان، ده انت بوظت الجهاز بتاعك، ممكن ياثر على سوكت الشحن، ممكن يحرق لك اي سي يبوظ لك البورده بتاعت الجهاز. الجهاز ب 5000 جنيه، البورده بتاعته ب 3000 جنيه ولا ب 2000 جنيه. فلا يعني ما تسترخصش ابدا في شاحن. افضل شاحن هو اللي بيجي مع الجهاز او ما يكافئه. يعني انا اجيب شاحن رديء وبعدين اتعذب فيه بطيء في شحنه وبيقطع وبيفصل وبيبوظ الجهاز، ولا ادفع فلوس والله انا هقول هدفع 200 جنيه مثلا انا اجيب حاجه بيهم تانية افيد؟ لا، الشاحن مفيد يعني. الشاحن ما تحطوش كأولوية تانية يعني، او انه حاجة سيئة او ممكن اسف جدا او ممكن يأثر عليا مثلا ماديا ان انا اجيب شاحن غالي. ما هو كلنا فينا مشكلة التأثير المادي دي، بس يعني مش حاجة سيئة ابدا انك يكون عندك شاحن جيد، او انك توفر في الشاحن او كذا. هيأثر عليك بعدين، يعني هتلاقي نفسك بتدفع ثمن الشاحن 3 أو 4 مرات خلال نفس الفترة اللي انت كنت ممكن تجيب بيها شاحن كويس يريحك في الشحن ويقضي معاك الغرض اللي انت جايبه عشانه يعني. طيب انا معيش فلوس والله، ومش هقدر ادفع 300 جنيه ولا 500 جنيه عشان اجيب شاحن كويس، ولا 200 جنيه ولا حتى 150 جنيه. يعني ما عنديش، يعني مش هقول لك اشتري الشاحن ده ابدا، ده ما تدفعش فيه فلوس. يعني الحد الادنى اللي ممكن الشاحن تجيبه دلوقتي هو الشاحن ده في حدود 75 جنيه، يعني ممكن تلاقيه في اماكن ب50، ممكن تلاقيه في اماكن ب100، مش هيزيد عن كده ومش هيقل عن كده يعني. في متوسط سعره 75 جنيه. مش هيديك شحن سريع، مش هيعمل احسن حاجه، بس هيقضي الغرض الحد الادنى من الاستخدام. يعني هيشحن معاك مثلا في ساعتين بدل ما يشحن معاك في ساعه، بس هيشحن معاك، هتسيبه تنام وتصحى تلاقيه شحن معاك. ما فيهوش مشاكل. حاول دايما تجيب شاحن متجرب، مش اول مره والله حد دخلت على محل قال لك خد الشاحن ده، فلا يعني ممكن الشاحن يبوظ لك الدنيا، وصاحب المحل ممكن ما يبقاش عارف يعني. مش لازم يكون جرب كل الشواحن. يعني انا تقريبا جربت كل الشواحن دي، او تاكيدا جربت كل الشواحن دي، فممكن اكون بنصحك بحاجه انا فعلا عارفها. هو ممكن يكون جايب لسه الشاحن وبيجربه، او ما يعني اول مره يبيعه او باعه لحد وكان اشتغل معاه كويس، بس للاسف هو بوظ جهازك انت او حصل فيه حاجه بالنسبه لك انت. فيعني الخلاصه، طيب انا عايز جهاز، يعني عايز حاجه تقضي بقى لكل الاجهزه عندي، والله 5 اجهزه في البيت، ومش عايز بقى اجيب شاحن لكل جهاز. الشاحن ده طبعا مع اختلاف فكره الوصله، يعني لو انا عندي جهاز ايفون، عندي جهاز تايب سي، عندي جهاز مايكرو، لازم يبقى لكل جهاز الوصله بتاعته. لكن الجهاز ده هيقضي معاك في مخرجين، بيديك سرعه الشحن
بيشحن شحن سريع جيد جدا، مش هيبوظ منك، عليه ضمان سنة. يعني ممكن نقول انه يعني هيقضي معاك بنسبة 95% جميع وظائف الشحن المطلوبة يعني. طيب انا عندي جهاز واحد والله في البيت، او جهازين اوبو او سامسونج نوع واحد بس، وعايز حاجة تديني افضل اداء 100%، يبقى مالكش غير انك تجيب الحاجة اللي هي معمولة عشانهم يعني. ده سامسونج كوالكوم كويك تشارج 3، ده اوبو كويك تشارج 65 واط بس. دي الشواحن اللي ممكن تجيبها او ما يساويها يعني، مش لازم نفس الحاجة دي بالظبط. احنا بنتكلم على في من نفس الشكل الشاحن ده 10 انواع، بس انا بتكلم على نفس الدرجه دي او نفس الدرجه دي او نفس الدرجه دي او نفس الدرجه دي، اقل من كده ما تجيبش. ولو عندك اي استفسار ممكن تشرفنا في التعليقات يعني. وشكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.